راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت. القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا اتعلمت. بسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع. حكايات كوم. إعداد وتقديم شاهيناز مصطفى. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم معانا وحكاية جديدة وحكاياتكم. يلا بينا نسمع سوا حكاية النهاردة مع دكتورة حنان عبد الرازق، وهتحكي لنا حكاية صناعة الزجاج من الرمل. يلا بينا نسمع سوا. اصحابي الحلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. يا ترى في حد فينا عارف ان احنا ممكن نصنع الازاز من الرملة؟ حد عارف المعلومة دي؟ طب حد عارف احنا ازاي بنصنع الازاز من الرملة؟ ايه الطريقة اللي بنعملها علشان نصنع الازاز ده من الرملة؟ الإزاز بيتصنع من نوع معين من أنواع الرملة، مش أي رملة ينفع نستخدمها علشان نصنع الإزاز. الإنسان القديم زمان زمان بدأ صناعة الإزاز من الرملة من زمان قوي، من حوالي 4000 سنة. بدأ يستخدم نوع معين من الرملة. النوع ده اسمه رمل السيليكا. نوع الرمل دوت بيكون غني بمادة السيليكا، وده المكون الرئيسي اللي بنستخدمه في صناعة الإزاز. نوع الرمل ده موجود عندنا في مصر في أماكن كتير، زي مثلا منطقة خليج السويس ومنطقة ساحل البحر الأحمر ومناطق كتير في شمال سيناء. الرمل ده بيكون فيه زي ما قلت لكم مادة مهمة جدا هي اللي بتدخل في صناعة الإزاز، هي مادة السيليكا. والرمل ده بيكون نقي جدا. وعلشان نستخدم الرمل ده في ان احنا نصنع الازاز، بنجيب الرمل ده ونبدأ نعرضه لدرجات حرارة عالية جدا فيبتدي ينصهر. ينصهر يعني ايه؟ يعني بيسيح. وبنبتدي ان احنا نحط عليه مواد كيميائية معينة علشان نخليه مرن شوية، ويقدر الصانع في المصنع ان هو يشكل الازاز ده او يقدر يغير في شكل الازاز علشان يعمل بيه اشكال مختلفة. وطبعا ده بيكون تحت درجات حرارة عالية جدا. درجات الحرارة بتبقى حوالي 400 درجة مئوية او حتى 600 درجة مئوية، درجات عالية جدا. وبعد ما بيتشكل الشكل اللي احنا عايزينه، بننقل الحاجة اللي احنا عملناها من الازاز لفرن درجة حرارته اقل شوية، علشان نبتدي ان احنا نبرد الازاز ده بشكل تدريجي، يعني واحدة واحدة. لان احنا لو بردناه فجأة الازاز هيتكسر. ما ينفعش ان انا اخد حاجة من درجة حرارة عالية جدا لدرجة حرارة قليلة فجأة. في الحالة دي الحاجة دي هتتكسر. فاحنا بنحطه في فرن تكون درجة حرارته اقل شوية، وبعدين ننقله الفرن تكون درجة حرارته اقل شوية. يعني بنبتدي ان احنا نبرده بشكل تدريجي. وبعد ما بيبرد خالص، بيبدأ الصانع اللي بيشتغل فيه ان هو ينضفه كويس، ولو في اي حاجة زايدة في الشكل بتاعه، يعني اي زوائد في الشكل، بيبتدي ان هو يشيلها ويظبط شكله علشان يكون جاهز للاستخدام. رمل السيليكا ده زي ما قلنا بيكون نقي جدا، لكن بيبقى له درجات معينة في النقاء بتاعه، علشان كده هو له ألوان مختلفة. ممكن يكون لونه أبيض، وممكن يكون لونه أصفر، وممكن يكون لونه أحمر. والرمل الأبيض ده أكتر رملة نقية، بيعتبر افضل انواع رمل السيليكا اللي نقدر نصنع بيه اجود انواع الازاز. يعني من حيث الجودة بتاعته ومن حيث النقاء بتاعته في صناعة الزجاج هو احسن نوع. والرمل الأحمر هو الأقل في النقاء بتاعه، لأنه فيه نسبة عالية جدا من الشوائب. يعني إيه شوائب؟ يعني عناصر ومكونات تانية بتبقى مش مستخدمة في صناعة الزجاج. علشان كده بنكون محتاجين إن احنا نعمل له تنقية وننقي رملة السيليكا الحمراء دي من الشوائب اللي بتكون فيها. والنوع اللي لونه أصفر ده بيكون النوع الوسط، يعني لا هو فيه شوائب كتير ولا هو نقي جدا. دي حاجة متوسطة ما بين الأبيض وما بين الأحمر. طب يا ترى رملة السيليكا دي بتبقى موجودة ازاي في الطبيعة؟ يعني ازاي بتتكون؟ الرملة دي بتكون موجودة في الصحاري، يعني في الصحراء، لأنها بتتكون نتيجة التغيرات الكيميائية والعوامل الجوية اللي بتحصل للصخور النارية والصخور البركانية. يعني الصخور اللي بتبقى موجودة في الأماكن اللي فيها براكين، أو الصخور اللي بتبقى نوعها صخور نارية برضو بتكون في محيط الأماكن اللي فيها براكين، بيبتدي يحصل عليها تغيرات كيميائية، وبيبتدي العوامل الجوية تغير فيها حاجات في تركيبها وفي شكلها، وبتبتدي ان هي تكون لنا الرملة بتاعت السيليكا دي.
طب زي ايه الصخور النارية والصخور البركانية اللي بتعمل لنا الرملة دي؟ زي صخور اسمها صخور الكوارتز، وصخور تانية اسمها صخور الجرانيت، ممكن نكون سمعنا عنها. الصخور دي هي اللي بتكون لنا الرملة بتاعة رمل السيليكا اللي احنا بنستخدمها في صناعة الزجاج. بعد كده يا أصحابي لما تلاقوا أي حاجة مصنوعة من الزجاج، خليكوا عارفين إن الحاجة دي مرت بمراحل كتير قوي علشان توصل لنا بالشكل ده. وخليكوا عارفين كمان إن الإزاز ده استخدمنا حاجة مش ممكن نتخيل أبدا إن هي بتصنعه في صناعته، استخدمنا الرملة، رمل السيليكا. شكرا لكم يا أصحابي، واستنونا بكرة في نفس الميعاد وحكاية جديدة. ولكم تحيات لميس سعيد، هندسة إذاعية، وتحياتي حكايات كوم. إعداد وتقديم شاهيناز مصطفى.